السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا يا حبايبي بقى، احنا عايزين نتكلم عن الفراخ البلدي او الفراخ البلدي الهجين او المشعر حسب الفراخ اللي عندك. دلوقتي طبعا احنا عارفين في الفترة دي ان الجو مش مظبوط، ساقعة ومش عارفة تظبطي الحرارة بتاعته، فلازم تحاولي على قد ما تقدري تظبطي الحرارة. ان عندي الفراخ بدأت تكش وفي فراخ كاشة. فانا بقالي 3 ايام بعالج فيهم، فاقول لكم انا عملت معاهم ايه. ما شاء الله بدأوا يفوقوا معايا، واهو شايفين اهو لسه ده بدأ، كان ما فيش خالص، مش كان بيقف. فما شاء الله بقى كويس خالص معايا. طبعا اهم حاجة ان انا بتكلم دلوقتي على البرد بتاع الفراخ البلدي او الفراخ الهجين، مش بتكلم على الفيروسات، عشان لو في فيروسات في ادوية تانية وعلاجات تانية برضو بتيجي معاك بسرعة غير كده. اما لو برد زي ما احنا بنقول، انا اول حاجة لما طلعت لقيتهم بالمنظر ده، جبت سرنجة 5 سنتي كلور وحطيت لهم في لتر مية شربوه. بس اهم حاجة ان انتوا تكونوا معطشة الفراخ طبعا. الفرشة بتاعتهم تكون نظيفة، وفي نفس الوقت في جير، عشان الجير برضو بيدفيهم شوية. دي حاجة. والحاجة التانية انك بقى تبدأي تهتم تبصي فيهم كده وتشوفي الدنيا فيها ايه. عينيكي معاكي تمام. هتقولوا انتي هم حبة الفراخ دولي بس، هقولك لا، انا كل ما بجيب دورة بط بجيب 10 فراخ. تمام. ف فهم يعني انا عندي حتى في الفيديوهات بتاعتي هتلاقوا برضو مع البط في فراخ. عملت تاني يوم جبت كمون على كزبرة وغليتهم وبرضو حطيت لهم. ماشي. النهارده كده تالت يوم عملت بصل على توم على ليمون، وصفيت زي ما انتوا شايفين كده قيمة كوباية، وحطيت على لتر مية. والبصل ده هحطه لهم برضو هياكلوه. والفراخ والله والله ما شاء الله فاقت معايا وبقت كويسة خالص. بس برضو بنتكلم على الفراخ اللي هي اللي فيه برد، عشان لو في فيروسات هنجيب بقى مضاد حيوي، وهنجيب في حقن وفي تحصينات تانية. فاحنا بنتكلم على البرد ان انت تقدري تتحكمي فيه وتبدأي تعالجيها، ان انت بالتدفئة الفرشة بتاعتهم تكون ناشفة. تحطي لهم جير. فما شاء الله. وتحطي لندا زي ما انا حاطه كده، لندا اللي هي الصفرة دي عشان تديهم تدفئة. تمام. فما شاء الله لا اتحسنوا خالص وفاقوا معايا وبقوا حلوين قوي. فانا حبيت اقول لكم التجربه اللي حصلت معايا او الوضع اللي حصل معايا. اتمنى اكون فدتكم. مش تنسونا بقى في اللايكات والاشتراكات.